نبارك لمشاركي مهرجان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن عبورهم وإطلاق هذا المسمى عبر هذه البوابة اللي تحمل اسم تاريخي، وحضور اليوم مختلف ومغاير وبشكل مغاير. بكره اول واحد بكره من الهجيج يفوز جاي من عند بوابه مصيح اللي بينا الشرف من بكره. ترى جاسر دخولكم بكره. نعم ترى تاريخي. طيب مربوطين فيه. نعم. طيب خلونا نروح لأبطال اليوم، الأبطال اللي لهم بصمة، الأبطال اللي لهم حضور مختلف في لون الحمر، أسماء بقيت وحضرت طيلة سنوات المهرجان بتوازن كبير وبحضور كبير يليق بهؤلاء الأبطال. رحبوا معي بعيد بن محمد السحمة، حياك الله يا ابو الله محمد. يبقيك ويسلمك، يا مرحبا وسهلا يا ابو عارف. وايضا رحبوا معي بمحمد بن مسيفر الصواط، حياك الله يا ابو الله غيث. يبقيك ابو عارف ويسلمك، يسلم الجميع ان شاء الله. وايضا رحبوا معي بخليفه النتري، حياك الله يا ابو نواف. الله يمسيك والخير ويبقيك يا رب. شلون شو علوم شوطكم اليوم يا السحمه؟ ابشرك علوم السعد يا طويل العمر. اللورد العام ضيقت الخناق عليه، كان الفرق 30 نقطه، السنه ذي وسع الفارق، وش الاسباب؟ الاسباب جاه خبر هو اي وشرى الفرديات اللي تاهلت كل ابوها، اي. ولكن جايين ان شاء الله السنه الجايه لا يهمك. ابو غيث كيف كانت المنافسه؟ والله المنافسه طيبه، حصل شيء يستاهل ومشى على الطريق ويواصل ان شاء الله باذن الله. بس حبيبك اللورد انت. والله هو نعم، حصل شيء يستاهل. نعم الراجل يستاهل. نعم عندهم تكتل اهل الغربيه. هذا ما هو تكتل، هذا شيء واضح، ما يحتاج، يستاهل. نايف انا ان شاء الله معه برضه. نعم ابو نواف، كيف كانت المنافسه على مستوى اللون الحمر؟ والله ان شاء الله هالسنه اول بدايه، وان شاء الله السنوات الجايه في تعزيز قادمين ان شاء الله بكل خير. الشوط كان بالنسبه لكم مريح ومنتهي ومفصل روحه بروحه، ولا لا في تقاضب وفي تقارب؟ والله احنا بدايه اول مره هالبدايه، وان شاء الله نرتب للجاي ان شاء الله باذن الله تعالى. السحمه خلينا نروح معك المعلومات. سم. قعيد اضافه جديده، مرحبا به. يزيد المطيري، ونعم كان بينك وبينه صفقه واضح؟ واضح. شرى منك؟ مالك شغل ابدا ابد، وانا سمعت خبر وما سمعت الخبر الا منك. مني انا؟ صحيح. ما في اي بيعه صارت بينكم نهائيا يا طويل العمر. يعني اليوم قعيد حاضر بحلال جديد. الله الله. نعم. إضافة طال عمرك مشارك في شلفة ولي الأحد ومشارك في سيف الملك. اليوم فلت الراجحي في الشلفة، السحمة بيتلقى الضربة القاضية في السيف. والله أوعدك السنة الجاية في شلفة ولي الأحد إن شاء الله. السنة الجاية بإذن الله إن شاء الله. دخول قعيد شكل خطر عليك في الشلفة يوم أعلنوا في الشلفة؟ والله احنا نرحب به يا طويل العمر، احنا نرحب بأي واحد داخل في مجال الحمر. نعم. ونتمنى أي واحد يدخل في مجال الحمر يا طويل العمر. كم عززت يا أبو محمد السنة؟ والله عززنا 8 فرديات يا طويل العمر. 8 يا طويل العمر. فرديات. 8 فرديات. أسعار الحمر اليوم وش علومها؟ والله أسعارها طيبة، والنادرة في الحمرة قليل يا أبو عارف. نعم. وأكيد أن الجماعة عندهم خبر في الموضوع هذا. تتفق يا أبو غيث؟ نعم كلامه صحيح، النادر في الحمراء صراحه قليل. يعني أنت بكلامكم هذا تؤيدون العمل اللي قام به نادي الإبل من خلال قاعدة تطوير الألوان ودعمها؟ أكيد. يعني اليوم على مستوى الفحول أي كل الألوان تعطي حمراء وتحسب نفس اللون. واضح؟ واضح. لزيادة أعداد الحمر وزيادة قوة زينها. صحيح. يعني هذا متفقين عليه كلنا. إيه قصدك الفحل انتاج يعني؟ هي الفحل انتاجه انعكاس للمنقيات بعد. اي طبعا. اي هذا يعني هذا انتم معترفين فيه. نعم صحيح الكلام طيب. هذا. الراجحي اللورد
حبيبك ابو عبد المحسن يعلن التحدي في النخب، يقول اليوم لون الحمر على مستوى الفرديات وعلى مستوى النخب تعد من اشرس الالوان، تتفق ام تختلف معه؟ انا اقول كل من حصل على شيء يستاهله. بس تتفق معه ولا؟ اتفق معي في ايش يعني؟ هو يقول اليوم لون الحمر كنخبة يعد أشرس الألوان وأكثرها زين، ونخبة مكتملة ونخبة فرديات، تتفق أو تختلف؟ لا اتفق معه. يعني اليوم تدعمون نايف في هذا التوجه أنه اي نعم. على مستوى الألوان لونه وما يمثلكم هو الأقوى. نعم. بس قدامكم النهدي، قدامكم الموسى. صحيح. كلام صحيح، بس هو ما سؤالك ما فهمت. ما فهمت السؤال. أبو غيث بدأ يراوغ. إيه. اليوم نايف في تصريح في مكس النخب اللي النخب. كان إيه. طيب. قال لو نخبة الحمر دخلت في الألوان الثانية بيكون لها وقع مختلف، وهذا يدل على قوة الزين في الحمر. ممكن شيء جائز يعني. رأيك أنت؟ لا ايه كلام صحيح. ولا تهورت؟ لا تأيد لا ولا لا, لا تهور؟ لا أيد كلام صحيح. طيب قبل شوي تقولون لي يا أبو غيث إيه. إن يعني الموضوع في يعني في ضعف حتى في النوادي. يعني قصدك ان الحمر يعني ما فيها زين؟ هذا فيها كلامكم قبل شوي. لا أنا لا فهمت. لا نقول لك الزين فيها يعني نادر يعني قليل، يعني مثلا انت الان تبغى لك منقيه الان، نعم. رجل متكمل تبغى عندك فلوس تشتري ب 100 مليون منقيه، نعم. الان واضح ما ممكن تشتريها. نعم. حمراء ما تقدر. ما تقدر. لا ما تقدر. نعم. لكن تبغى زين ما تقدر. نعم. اما الوضع متوفره. صحيح. نعم. الصفر متوفره، الزين متوفر يعني موجود يعني. نعم. بس يعني قلة الزين إيه؟ وقلة النوادر. إيه، في قلة زين وفي إيه؟ نوادر. اي الحمراء صعبه يعني. ساعدت في قتل الجنرال في لون الحمر وهيمنة الجنرال في لون الحمر. عبد الله محمد عبد الله بن عودة أبرمت مع صفقة أبو غيث هي الصفقه هذه كم سنه؟ سنتين، سنتين خلاص. آثارها موجودة. سنتين. لكن أثرها اختفى الجنرال من المشهد. هذا شيء اساله هو، انا بالنسبه لي اختفاء ما هو مني انا عقدت أنت الصفقه المتعة. وانتهت الصفقه في وقتها. كم كانت قيمتها؟ واعلناها واعلنتها وانتهى الموضوع. كم كان؟ وهو بنفسه اعلنها. كم كانت قيمتها؟ القيمه؟ إيه؟ هو علمكم ما علمكم القيمه؟ لا بس أنا لا صرح به، هو صرح بنفسه. أنا أبغاك أنت. لا هو صرح به. أنت المشتري. لا صرح. عشان نشوف أرباح اللون الحمر على مستوى الفرديات. انا اعلنتها كم؟ 30 مليون. 30 مليون. إيه؟ اعلنتها انا بنفسي، انا اعلنت. نعم. وكانت وهو نفسه اعلن اصلا. إيه؟ كانت بينك وبين عبد الله بن عودة ب 30 نعم مليون. نعم هي المشتري طيب. بيني وبين ابو عوده. طيب كم بعت الفرديات على نايف الراجحي؟ اكيد على تبغى مكسب، انت تاجر يا ابو غيث. اذا جاك نايف انا طبعا بعت مكسب. كم مكسب؟ كم؟ والله مكسب سنتين نسينا المكسب خلاص. ما عاد يمدي. اكيد مضاعف المكسب حطه في حمر عزز بها الباقي. نعم إيه. ما نعم. عاد الدوري ورا اكيد ما في واحد باع الا مكسب. نعم إيه. بس أنا أختلف معك في شغلة بسيطة. أنت تقول نوادر الحمر قلة، أنا أقول نوادر الحمر موجودة، بس أنتم يا أهل الحمر ما عندكم حراك مثل أهل الشقح، مثل أهل الصفر، الشعل، الوسط. ما طورتوا يعني. ما طورتوا حراككم، هو ما عندكم حراك. اذا لا شريت لا عطنا الزين وبشوف إيه. زبونه يا طويل وين العمر. عند- الزين عند مين؟ الزين دونك باع باعها. كون وجاب قعيد عيد قادم جديد. جمع له منقيه إيه. وبيضايقكم في الميدان بكره. عيد مشتري يعني. شرى معكم. عيد شرى من مين؟ طيب عيد لحظه الان. طيب جمعها. شرى ابل مشاركه ولا شاف نوادر لا في مشاركه الميدان كلها معكم بش شوف. البل الاشتراك عيد كلها طبت مشاركه كلها مشاركه. السحاب ما نفع البيعه معه. بعت انت يا ابو غيث على قعيد؟ لا انا ما بعت عليه ولا استحمى يمكن حتى طيب. الرجال بعت عليه يا بس انا خليفة. اقول في السوق ايه مفتوح له السوق وغيره. ايه السوق هو ما قصر يعني. طيب انتم خلال شهرين انتم كون ابطال، المنقية. انتم ما اليوم هو في شهرين، اسماءكم في 15 يا جماعه يوم. يا ابو يعني لو حيمه. اخذ وقت اكثر كلامك أبو صح في نواف. 10 ايام حتى. أبو بس نواف. البل اللي اخذها مشاركه في الصياده معروفه البل يعني ما يا ابو نواف، هذه اسماءكم وهذول هم نفسهم المشاركين في الصياد، نفس الاسماء اللي في السيف، نفسها هي اللي في الشلفه. نعم زين. صحيح. انتم ثلاثه اليوم نفيتوا، نايف ينافسه، هذا اربعه، من يشتري منه؟ منين كيف جابها؟ نفعنا منين شراها؟ بيع عقيده يعني قصدك ولا؟ ايه عم بيع مع لا ما قعيده لا احنا ما بنى عليه
بس ما قعيد حد- ما اشترى. يشتري. هذا القعيد جاب نوادر غير يشتري. معروفه. فيه زين فيه زين لا لا لا، يشتري- مشارك يشتري من اللي زين، بس اخذها. الربع لا، ذولا مشارك في راكبين الصيد. مبردين. إثبات الشرايح، مشارك. عنده معلومه رقم أنت- واحد بعلم. انت لا، لا، انت الرجال عندك عنده علم لا، عندك لا. علم لا، عندك لا. علم بس انك ها اشترى عندك من علم السوق بس والسوق مو مفتوح. مفتوح إلا نعم. غيره يعني. ممتاز أطرح ممتاز ممتاز. يقول ابو نواف اشترى من السوق والسوق مفتوح. إيه اكيد يعني السوق فيه نوادر، فيه يعني ما في مشاكل في وفرة الزين. موجود. انتم الحين تصاريحكم تناقضت. قبل شوي تقولون في قلة في النوادر. عشان زين. يعززون اللون الحين يكونونه السوق. ضيق. الحين السوق مفتوح وقعيد اقدر اشتري منه. انتم عددكم في لون الحمر 10 مشاركين صح؟ احنا البل اصلا 11. مثبوته بشرايح صح؟ صح. انا اقول البل اللي شراها قعيد انه مشارك في جائزه الملك عبد العزيز. شراها من إيه. من؟ ما ادري شراها من هو، بس اذا جاك اساله يقول شرى من؟ انا صرح انه شرى من فلان. انت أنا اللي ما- شاركت أنت عندك بالمهرجان خبر. ها؟ ما من غيركم. لا هو دحين تسالني تقول شرى من؟ اساله هو نفسه. طيب. اساله قعيد نفسه. طيب. إيه، يقول طيب. شرى من. بس- هو يعلم. موضوع بسيط هو يقول لك شريت من أنت- فلان من فلان، هو انا يعلم. بسالك انا بسالك احنا أنا ما بسألك. نسال ابو غيث. اسمعني يا إبراهيم بس الرويس. الموضوع ابراهيم الرويس الموضوع شغل لي البلوتوث اول شيء. دقيقة أنا شغل بعطيك بلوتوث. موضوع أنا ما سألته بس أنا تفضل ابو فارس. أنت عندك علم ولا ودك تظاهره وذا لا ظاهرته يجي إشكالية. لا ما هو من حقي اصلا، انا ما تسال انت صاحب الشان اللي شرى البل. شوف من حقك أنا نتكلم احنا يا كمان ابراهيم انت ابراهيم استضيف قعيد واساله. كلام ابو غيث إيه. انا اتفق معه 100% وابصم له بالعشر عليه. انا كيف اصرح لك واقول لك فلان شرى من ابو غيث يقول انا لست متحدث رسمي لقعيد، وهذا معنى كلامه صح؟ بس يقول أنت ولا مشارك. انوب عن التصريح عن قعيد صح؟ صح. الجماعه اليوم في لون الحمر، ابطال الحمر نفس الاسامي اللي حاضره هنا هي نفسها اللي بكره حاضره في السيف صح؟ صح. الجماعه عبد المحسن راجحي بيبيع قعيد، لا ما يبي. السحمه يقول انا ما بعت، ابو غيث يقول انا ما بعت، نعم. النثري يقول انا ما بعت. في مشاركين غير، في مشاركين قدام وعندهم حلال وعندهم صدور حلال. يعني معنى الكلام اذا هذا المنطق في هذا توفر. ينافي ما ذكرتوه ان فيه ندره. رجال جاء اليوم جمع له 50 خابط هو وبينافسكم بيفوز عليهم بكرة. ولا بيفوزون عليه بكره؟ تتوقعون بكره انشدهم. تتغلبون على القادم الجديد؟ والله هذا في علم الغيب، هذا عند اللجنه ما يمكن شفت انت يمكن يا يفوز. ابو غيث انت شفت انت والسحمه والنثري شفتوا بعيونكم، خلاص ما عاد في شيء، ما عاد كل شيء ظاهر يا مكشوف. لا حلال والله ما شفنا وين يعني مسيره ما لا شفتها؟ والله ما شفت. شفتها السحمه؟ لا والله ما شفتها، والسحمة طعمك مركز على شلفة ولي الأحد، وال50 إن شاء الله بإذن الله رقمها. هذا قدم عليه الرجال دائما يقول ركزت على ولي العهد إيه. خلى قعيد قدام ما في شك. ايش رايك النثري؟ لا يا طويل العمر. انا اراء الناس يمكن انقلها لك. اي الله يوفقه يا ابو. إيه يعني يمكن لو انه في 4 شهور. قلب الطاوله على اللورد. اكيد جدا. اللورد رقم صعب اليوم نايف الراجحي، والله ما في شيء صعب يعني، اقول مشى على الطريق وصل ما. لكن رقم صعب هو اليوم في لون الحمر. الان احتكاره. الان رقم صعب الان الوقت هذا صح، بس فيما بعد ما حد يعلم. طيب خلوني بروح معكم القضية حقيقة مهمة جدا. إنتاج الحمر اليوم، هل جربتوا فحول منتجة حمر تهدونها في حمر؟ يعني نشوف فيه بعرين لونها حمر تجي مع إنتاجها وضح، مهدودة في وضح أغلب شيء، في شقح، في ألوان ثانية. اليوم أنتم صار عندكم التجربة أنكم تهدون البعير الحمر في الحمر. يعني موجود. وش نتيجة هذا العمل الإنتاجي؟ اليوم انا مشارك ب 15 كله من انتاج البعير في شلف اليوم. اليوم إيه. 15 اي اليوم؟ 15 كله انتاج الرماني والتمامي عندي انا. نعم. وخمس مشترى. وتبدع البعرين في الحمر اليوم؟ لا البعير الحمر اللي هديته في الحمر. نعم ايه. ما هو شرط تهده حتى لو في وضح ينتج. لا ينتج. حسب ايه. ينتج واغلب البعرين اليوم القوية نشوفها مهدودة واغلب انتاجها في وضح. وعلى مستوى المنقيات نجي نلقى بوات حمر في واضحة. ممكن إيه؟ بوات القوية حمر مهدودة في وضح. نعم. اليوم التركيز على انك تهد في نفس لونك قوة
او ان فيه اختلاف يصير وضعف؟ لا لا قوة، بالعكس. تتفق ولا تختلف يا ابو محمد؟ الا طعمك اتفق يا طويل العمر. البعير الحمر اذا هديته وسط الحمر ينتج حمر. نعم. اما اذا هديت البعير الحمر في الوضح ينتج وضح. ويمكن الربع ابخس مني لا بعد. لا، والوضحى عليها طلب واجد، نعم. وقيمتها السوقيه اعلى. هل علينا الحمر الطيبه اكثرهم يهدها، لكن هل الحمر نفسهم هم اللي يحرصون عليها؟ طيب أنا القوية السؤال يهدونها. انا كنت ابغى اسمع الاجابه عشان بروح لسؤال اهم. لانك معليش ابو عارف الحين تجي اهل مغاتير اي تعين بعيره حمر ولا اشقح، نعم وانت مقهوره كل ابوها مغاتير، نعم. يروح لامهاته يمكن الربع ابخس. واذا هديته عندك واذا في هديته الحمر؟ في الحمراء يجيب حمر، يجيب حمر، ويجيب يجيب معنا نعم. ويجيب معنا على الحمراء وضحه بعض الاحيان البعير يحذف وضح. يحذف وضح. طيب يرجع الساسة، يمكن الساسة. إيه. نعم. طيب بسألكم اليوم سؤال مهم. مفاريد الوضح سجلت أرقام 4 مليون ونصف، وهذا في صفقة تمت بين ابن جخدب وبين بين هديف النفيعي. ابن هديف البكره الواضحه الواضحة اللي أخذت الثاني الثاني في الطايف ب 4 مليون ونصف حوالة، يعني هذه ترى ما هي سوالف، اللي اسمها ترند. اللي اسمها ترند. صحيح. اليوم مفاريد الحمر على مستوى مفاريد الحمر، هل بإمكانها القفز وتسجيل أرقام فلكية على هذا السن الصغير؟ صحيح. ابن رفاعي شراها ب 750 عليها مليونين و400. الآن عليها ايه مليون. من مليون و500 هو صرح يقع. مليون و500. نعم. إيه. حمراء ايه. لكن عندك بكره دعار بن ذيب نعم عليها مليونين و400، نعم. شاريها ب 750 والحين عليها مليونين و400 ما شاء الله تبارك الله. يعني اليوم في إقبال وفي قيمة سوقية ترتفع. اكيد بالله اكيد. الزين مطلوب يا ابو عارف ولا جاء طال نعم. عمرك فيه دخول مستثمر جديد نعم. رهجهم شوي، هم مبردين لكن قعيد رهجهم إيه والله وبيصير السعر دبل وثري. لا رهج نفسه والله رهج. لا لا نرحب به ابو بيرهج في الميدان وبيرفع السعر، ولا انتم ما في صفقات؟ بالنسبة ما لنا سويتوا صفقات يعني يستاهل، ما بس سويتوا شيء. نبى يستمر بس. بس أهم لا شيء ما- الاستمرارية ترى. لا احنا ايه الاستمرارية ترى كويس. احنا نرحب يبغى يجي. نعم. للأمانة حرك السوق وشعل الحمراء في الوقت هذا قعيد. لا لا يستاهل. حتى السيدة للأمانة السيدة شغلها كلها، أنا حاضر وشايف، وزملائي أنا حاضر وشايفين. جاء وشعل الحمر كله لا برا ولا داخل. هذا يد الحمر حقيقة. يشجع أي واحد. الراجح ما هو يستاهل. شرع بيض الله وجهه. الراجحي شرع من بس- اول مرتك هنا يقول مشري. نعم. قعيد الله يوفقه حرك سبب حراك وسبب وهالحين حتى واحد من ضمن الملاك اللي عندنا هنا اللي هو الرجال هذا إيه. انا سمعت انه شرى قبل اسبوع او قبل 4 ايام 10 بعد من واحد من هالمنقيات. صحيح يا ابو؟ نعم يا ابو. نعم. ها من سعد بن من دهيمان. سعد بن دهيمان نعم، السبيعي. صحيح. شلون يا أبو؟ تحركم. تحركم ها صار في حراك صار ايه في ولا صار في مشترى. مستثمر جديد ودا جاء في السوق دخول صحيح. صار مشترى. تحركوا. نشطهم. قاعد لا يشري بالله نرحب به وزملائه اللي أبو بس ما أنا يشرون طافة ترقود. يشرون ما هم قاعدين ما هذا حد قاعد مكسب. ابو عارف. نعم. بس طيب. أنا طافة مصر. أبو غيث العشر كم قيمتها السوقية؟ والله خل السعر هذا. لا نعم. أبو إيه. غيث. لا انا يمكن سعد بن دهيمان ما يبغى الكلام يطول. بعلمك- إيه. بعلمك- لا. لو بعلمك. انه معي أبو الرجال غيث. صح علمته أبو غيث. بالسعر بس. في إيه. في مصلحة. اذا انا شاري غير 20 مدخل على المنقيه السنه دي والله 30 في السيف الشلفه وهو السيف. خمس. أنت تقول اي 15. 5 والباقي 25 في سيف الملك. أجل ضيق عليكم الخناق قاعد. شايل 25 احنا بنبغى يستمر بس اهم شيء الاستمراريه. طيب اقول حي أبو محمد العشر احنا خابرين. هذه ورقتين. أنا كنت أتمنى هذه نتيجة اليوم واضح. أنا طلبتهم يطبعونها، وهذه نتيجة السنة الماضية في الخوارزميات، النتائج النهائية. هذه نتيجة اليوم، هذه نتيجة اليوم 9 ديسمبر، وهذه نتيجة العام الماضي. صحيح طبعا. كان الفرق بينك وبين نايف العام الماضي، وأنا صراحة كنت سعيد جدا.
النايف بدأ يجي له منافس قاب قوسين أو أدنى أن يقلب التوقعات، لأن النتيجة اللي في الغير متوقعة دائما يكون لها أثر جميل حتى على الحراك. واضح؟ واضح يا طويل العمر. العام كنت يا عيد الفرق بينك وبينه 16 نقطة. 16 نقطة. والله اللي 6 الا شوي. 30 نقطة. 16 ترى. 16 نقطة. اليوم كم الفرق بينك وبينه؟ والله ما شفتها يا طويل العمر. بعلمك. اليوم الراجحات جابت 868 نقطة فاصلة 21، وحققت أنت 774.44. بعلمك الفرق يا طويل العمر. اي الفرق اول شيء جاء في النسك. نعم. من اول ما في نسك. 111 النسك. يعني 30 نزلوها ل 100. الرويس انت في الحساب كويس. 111 تورطت حط طري ناقص 30 كم؟ 111 ناقص 30. لا الرياضيات احنا ندرس الرويس. لا الرويس لانه يحب الفلوس. ايه بس 81 معلومه ما يهمك شيء. 81 النسك ما 50 درجة؟ النسك 10 نقاط. 10 71. هل هذا تراجع او زياده قوه في الراجحات؟ لا والله الراجحات ما لها كسور يا طويل العمر، ولكن اوعدك الزمان الجاي باذن الله بتتغير ان شاء الله. وانا اقسم بالله العظيم اني من جمهورك. جعل ابوك في ومن الجنه. انا بعلمك. المعجبين بك سهل. لانك بطل تستاهل. شاب. جعل ابوك في الجنه. وحضورك العام كان زاد الصخب حتى على مستوى المنصه. جعل ابوك في الجنه. انا بعلمك يا طويل العمر، احنا جينا هنيه ونزلنا هنيه نعم وعندنا 6 اجداءات راحت ثنوات، نعم. لان السنه هذه تغير يا لا الرجل. لا صادق. صار في من أول التدحيس. ايه التدحيس من اول كانت تمشي. شمال الثنايا. ايه وعقب ما جاء النظام هذا طلعناها. لكن بس ترى بعد الراجح الشريف فرديات، شرى فرديه التركي فرديات ما خلص شيء. ما قصر هو ما شرى، احنا بعد شرينا وبنشتري، والزمان الجاي ان شاء الله في شلفه ولي الاحد بعلمك ان شاء الله يتغير النتيجه. كفو. الزمان الجاي. ننتظرك الزمان الجاي باذن الله يا الزمان طويل. الجاي يا ابو محمد. سم. الاول عند مدركات. والله نقول ان شاء الله باذن الله. صعب. سم. صعب. ما هو بصعب ان شاء الله. وين نقاط القوة اللي بترتكز عليها اللي طاح باللورد؟ طبعا أنا لقيته في الفرديات مبسوط، والجماعة أهل الحمر كلهم يا اللورد تعال يا اللورد. راح قلت وش الشعبية ذي؟ قال أنا اللورد. هو الرولد ما اقول فيه شيء طال عمرك، ولكن احنا طال عمرك اليوم يمكن شفت حلالي أي كل ابوه طال عمرك حقه ومفروده. نعم. وهو شوف حلاله وش هو يا طويل العمر، والوعد الزمان الجاي يا طويل العمر. وابشرك ان البعير ولد عليان. نعم. بعير الامير سلطان محمد الله يشفيه ويقومه بالسلامه. آمين. وابشرك انه منتج، وبتشوفون ان شاء الله الزمان الجاي بعد في البعير وانتاجه ان شاء الله. تستاهل والله. تستاهل الطيب يا طويل العمر. هذا الشغل. بطل. جعل ابوك في الجنه بطل. يطول عمرك. بطل يا ابو محمد. جعل ابوك في الجنه. وانت تراك اليوم ممثلنا احنا يا الشباب. جعل ابوك في الجنه يطول عمرك. واللورد يبغى جائزة عندنا هنا فبنحاول نخرب عليه. إنه ما يفوز عشان- تكاتفوا عليه ذا الشباب اللورد ايه مهدد مير انه بيشد على الحيله والله. أبشر. انا والله نبيك توزن عشان يقول طيب. بسدد القروض عن هذا طيب الناس. وش جعل أبوك في رايكم؟ الجنة. نعم وش رايكم نفتح قضية ونستفيد من وجود بالعكس احسن شيء. ملاك الليبل شاركونا. في قضية من قضايا اللي تهم الليبل. اليوم الذوق. هل الذوق العام لزين الناقة ورؤية المنظر ورؤية المشتري والشريطي